مساء الخير. وصفتنا اليوم طريقة عمل أجة المرتديلا بالبيض. في البداية راح أحتاج 7 حبات من البيض، كوب من الدقيق، ملعقة ملح، ملعقة كمون، ونص ملعقة فلفل أسود، حبة كبيرة من الطماطم مفرومة ناعم، وحبة كبيرة من الفلفل الأخضر الرومي، وحبتين جزر مبشور، وملعقة من الجبنة البيضة، وكوب من الحليب السائل. راح أحرك المكونات كلها مع بعض، شايفين كيف؟ طبعا الوصفة هذه نستخدمها للعشاء. شايفين كيف بعد ما حركناها كلها مع بعض؟ راح أجهز صينية الفرن ونصب العجة كلها بالصينية. راح أحط المرتديلا. طبعا أنا هنا استخدمت مرتديلا الدجاج. طبعا أنا قطعتها شرائح رفيعة، عفوا دوائر رفيعة، وممكن تقطعيها شرائح رفيعة، بس أنا خليتها دوائر. شايفين كيف؟ وأدخلها الفرن على نار هادية، وبعدين أحمرها من فوق. شايفين كيف الشكل النهائي؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. وصفة سريعة وسهلة، ونستخدمها على العشاء وما بتحتاري بالعشاء. وبالعافية عليكم.